بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ قلنا مع بعض كذا فيديو او عملنا مع بعض كذا فيديو، 3 فيديوهات من كتاب ذا توتال ماني ميك اوفر. يعني ايه؟ الخطة الشاملة او الاتجاه الشامل لصنع المال، للكاتب رمسي. ده كاتب مسيحي ملتزم، موجه الكتاب لامريكا وسكان امريكا، بس انا ترجمته او تمت الترجمه والتلخيص علشان يتناسب معانا. طبعا هناخد منه المفيد بس، فانا كاتبه المفيد لنا احنا كمسلمين. لو وصلت للفيديو ده، انت مش مجرد شخص بيدور على فلوس، انت عاوز نقله في حياتك كلها. بعد الفيديو ده مش بس هترتاح، لا هتبقى غني ومؤثر وعندك نقله جامده في حياتك، هتوصل لحاجه انت نفسك فيها من زمان. الكتاب ده اول ما بدأ اتكلم ازاي نسدد الديون. انا هسيب لكم في صندوق الوصف 3 لينكات لل3 فيديوهات اللي فاتوا عشان تعرفوا الخطوات اللي بدأ بيها الكتاب من الاول لحد ما وصلنا هنا. اول حاجة ازاي تسدد ديونك، اتكلمنا عنها. تاني حاجة ازاي تستثمر فلوسك، اتكلمنا عنها، وطرق استثمار كتير جدا جدا. النهاردة الكتاب بيختم بحاجة اهم من كل ده، ازاي تبقى غني، ازاي تعيش مرتاح وتساعد غيرك وتسيب اثر. لو سمعت الفيديو ده تفكيرك وذهنك هيتغير تماما، وهتخرج منه بخطة هتغير كل حياتك. ايه المرحلة اللي جاية بعد الراحة المالية؟ انا ارتحت ماليا او بدأت استثمر ويجيلي فلوس كل شهر، عندي فلوس بتدخل لي كل شهر غير ما كنت معتمدة على المرتب او الوظيفة. الوقت في مرتب ووظيفة وجنبها فلوس بتيجي كل شهر. بعد ما ارتحت ماليا، ايه اللي هيحصل؟ هل هعيش في رفاهية؟ لا. لما تبقى، لو حضرتك وصلت للمرحلة دي وبقيت من غير ديون، عندك استثمار ثابت، معاك فلوس تكفيك شهور، هتبدأ تفكر زي الأثرياء والأغنياء بالظبط. بيفكروا ازاي؟ ايه تفكيرهم؟ أول حاجة، المال مش وسيلة للعيش. يعني الفلوس ما هياش وسيلة عشان أعيش، المال وسيلة للتأثير. عن طريق المال أقدر أثر في غيري، ولادي اللي حواليا، أعلم غيري إزاي يوصلوا للي وصلت له. تاني حاجة، مش لازم أبقى مليونير علشان أعرف أصرف ببذخ، لا. ممكن أبقى مليونير وأتصرف بعقل، أحس بالأمان الحقيقي. يعني أنا بقيت مليونير أو غني عشان أحس بالأمان الحقيقي، مش علشان أصرف وبعزق الفلوس. رقم 3، الناس الناجحين ماليا بيكونوا دايما شايفين هدف أعلى من الفلوس. يعني أنا وصلت للي بتمناه ماليا، وصلت إن بقى بيدخل لي كل شهر مبلغ معين أو عائد معين، مرتب زائد عائد استثمار. هل كده أنا اطمنت أو أنا وصلت للي نفسي فيه؟ لا. هدفي مش الفلوس، أنا هدفي أعلى من الفلوس. هدفي أعيش مرتاح، اللي حواليا يعيشوا مرتاحين، المستقبل يبقى واضح قدام عينيا، ما فيهوش تخبط، ما فيهوش اي حاجه تزعجني، وهكذا. مرحله بناء الثروه الحقيقيه، الاستمراريه مش الفلاشات. يعني ايه؟ يعني انا نجحت مره، جالي فلوس من حاجه معينه، هل هفضل طول عمري اتكلم عن الحاجه دي زي ما احنا المصريين بنقعد نتكلم عن حضاره الفراعنه حضاره الفراعنه وما عملناش حاجه زياده؟ كل كلامنا كلام. هفضل اتكلم على ان انا جالي فلوس واستثمرت وعملت، وانا مره حصل كذا وجالي من الموضوع ده قد كذا او المبلغ الفلاني، واقعد اكرر فيه وبس؟ لا. الاستمراريه، بناء الثروه الحقيقيه اساسها الاستمرار. انا نجحت في حاجه استمر، مش مره وخلصت. الغنى بيجي من العادات اللي بتتكرر يوميا. انا ما اقدرش اتعود على حاجه غير لما اكررها كتير، صح؟ انا عايز مثلا ابقى ناجح في حاجه معينه، بذاكر وبجتهد يوم وقف، ولا بستمر في المذاكره والاجتهاد لحد ما اوصل اللي انا عايزه؟ فلازم الغنى بيجي من العادات اللي بتتكرر يوميا. الثروه بتتبنى من شغل بسيط بيتكرر كتير جدا، مش من افكار عبقريه مره واحده كده في العمر وخلاص.
يبقى اول حاجه بينصحنا بيها الكاتب الاستمراريه مش الفلاشات. تاني حاجه ادخر او ادخر وحوش بس كمان عيش. اتكلمنا كتير عن فيديوهات توفير وتحويش وازاي اعمل قرش او اجمد قرش عشان الحياه الصعبه اللي احنا فيها. طب انا جمدت قرش وادخرت واستثمرت وسددت ديوني وبقيت غني او عندي قدره ماليه معينه، هفضل احوش او ماسك على نفسي؟ وقت ما اوصل ان انا ابقى غني ابدا اسافر. هسافر ليه؟ عشان اتفسح؟ عشان حاجات كتير. هبدا استثمر في مهاراتي، هبدا اتعلم حاجات جديده. جمله الكاتب بالظبط مكتوبه زي ما هي، بس دي مترجمه. اللي هيحصل ده والسفر ده مش خيانه للتوفير، ده مكافاه على انك مشيت الرحله صح. عملت قرش وعملت فلوس وبقيت غني، بيجيلي مبالغ كل شهر من الاستثمار اللي انا بستثمره. ابدا اسافر مش علشان اتفسح بس، لا، اولا مكافاه ليا، ارضي نفسي نفسيا او ذاتيا ان انا عملت اللي عليا واستاهل حاجه حلوه، اشوف الدنيا. رقم 2، انا مش مجرد ان انا هتفسح واشوف الدنيا، انا هتعلم. كل بلد اروحها هتعلم منها حاجه، اشوف الناس اللي هناك ازاي، العادات ازاي، المهارات ازاي. في السفر فوائد كتير جدا. تالت حاجه، احنا قلنا اول حاجه الاستمراريه مش الفلاش. تاني حاجه ادخر واحوش بس كمان اعيش. تالت حاجه اساعد غيري بالفعل، ما حسسوش ان انا بمن عليه. يعني في غيري محتاج اديله، بس ما اديلوش على اساس ان انا بديله صدقه او بزكي عليه او امن عليه ان انا بديله. اعلمه ازاي يبقى كويس، ازاي يوصل للي انا وصلت له، اخليه يحاول واساعده من تحت لتحت. نفس جمله الكاتب بالظبط، لما تبقى غني تقدر تدي اكتر وتغير حياه غيرك بالعقل مش بالتصوير او الاعلان. الاغنياء اللي بقى عندهم غنى فاحش او اثرياء او عندهم معارض، عندهم مشاريع بيصوروا وبيعلنوا عن نفسهم. بدل فلوس التصوير والاعلان استثمر الفلوس دي في ان انت تطلع ناس تقدر تعتمد على نفسها، تعلم ناس جديدة، تعمل مشاريع تساعد الناس ان هم يوصلوا لجزء من اللي انت وصلت له على الاقل، لكن مش بالتصوير او الاعلان. الكاتب بيفرق ما بين نوعين من الاغنياء، اغنياء وهميين واغنياء حقيقيين. الاغنياء الوهميين دول احنا. ليه احنا اغنياء وهميين؟ اول حاجه بيشتروا من اجل الشراء، حتى لو باتوا مديونين، المهم ان هو هيشتروا الحاجه اللي نفسهم فيها. معظمنا كده. الاغنياء الوهميين بيخافوا من المستقبل. احنا كده بعد ما نشتري الحاجه بنندم ونرجع نقول طب هنعمل ايه بكره، طب هنصرف ازاي بعد بكره، طب هنكمل الشهر ازاي، طب يا ترى السنه الجايه هيبقى وضعنا ايه. بنخاف من المستقبل، بيصرفوا كل قرش عندهم. دول الوهميين احنا. الاغنياء الحقيقيين مالهم؟ بيشتروا عشان يعيشوا، يعني بيشتروا المهم اللي هيساعدهم في حاجه، مش مجرد الشراء. ما عندهمش اللهفه على الشراء، فلوسهم بتشتغل ليهم. كل قرش بيدفع معروف محطوط فين وهيجي من وراه ايه. بيخططوا للمستقبل، انا السنه دي دخل لي قد كذا ارباح، السنه الجايه انا هحاول ازود من شغلي، ازود من استثماراتي، اعمل كل اللي اقدر عليه علشان الفلوس اللي هتجيلي تبقى اعلى، اللي بعدها اعلى. اعمل ايه علشان اخطط للمستقبل؟ هشتري ايه، هشتري ملك ايه، هحافظ عليه ازاي، وهكذا. بيوزعوا الفلوس على اهداف. الفلوس عندهم هدف ووسيله لاهداف تانية، مش مجرد ان هم بيقبضوا فلوس وبيبعزقوها وخلاص. لما توصل لمرحله الغنى الحقيقي ابدا فكر ازاي يوصل لمرحله اني اعيش من غير شغل. مسيرك في يوم هترتاح، هتعيش من غير شغل، مجرد فلوس بتجيلك وانت قاعد رجل على رجل. لازم تفكر في المرحله دي انك تبقى غني حقيقي، توصل للي انت عايزه. الفلوس يبقى لها اهداف، تشتغل وتجيب غيرها وتشتغل وتجيب غيرها، وتساعد في مصالح الناس او في مستقبل الناس، تساهم في بناء مستقبلهم. تقعد من غير شغل قاعد رجل على رجل وضامن ان كل حاجه تمام.
يبقى اول حاجه ازاي اوصل لمرحله اني اعيش من غير شغل. تاني حاجه ازاي اسيب لاولادي امان مالي حقيقي. ازاي اخلي حياتي رساله، مش مجرد حياه عشتها لنفسي وبس. حلو وجميل ان انا عملت لنفسي مستقبل ولولادي مستقبل، طب والنتيجه؟ انت ما فدتش حد تاني، فدت نفسك، يمكن فدت ولادك ده لو حافظوا على اللي انت عملته. لازم توصل رساله للجميع، مش انت وولادك وبس. الصدمه، اي فيلم، اي تمثيليه، اي كتاب بيوصل لحاجه اسمها الحبكه او الصدمه. يعني الهدف من ورا الليله دي كلها ايه؟ الكاتب بيقول بالظبط: صدقني مش لازم تكون اتولدت غني علشان تبقى غني. يعني مش لازم ابقى انا مولوده في بقي معلقه ذهب وافضل طول عمري في بقي معلقه ذهب. كل حاجه بتجيلي فلوس بتيجي على الفاضي، الاب والام اغنياء فبالتالي انا غني، لا. ولا لازم تكون عبقري علشان تنجح، مش لازم ابقى ذكيه جدا عشان انجح، لا. لازم اكون عاوز التغيير ورافض اعيش عادي. ممكن يبقى تفكيري محدود بس احاول اطوره، اتعلم واتثقف وادور واشوف اعمل ايه، افتح مداركي. ممكن ابقى مولود فقير بس اقدر ان انا احاول ان انا اتعلم واحده واحده، استثمر مبلغ بسيط اعلى 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 عشان ابقى حاجه. لازم انا من جوايا ابقى عاوزه التغيير ورافضه ان انا اعيش حياه عاديه. ده الغنى الحقيقي. الناس اللي نجحوا كان في منهم موظفين عاديين وكانوا بيستلفوا اخر الشهر عادي زينا، كانوا بيحسوا ان حياتهم ناقصه ومش كفايه. لكن اللي فرقهم عن غيرهم او اللي خلاهم اغنيين او اثرياء انهم اخذوا القرار، مشوا الطريق للنهايه، مرجعوش ولا خطوه لورا، كملوا. شافوا ايه اللي دخل لهم فلوس كملوا فيه، شافوا ايه الابواب اللي ممكن تدخل اكتر وكملوا فيه. طالما حلال مفيش اي مشكله. لو وصلت لهنا تبقى انت فعلا مختلف، عايز تبقى حاجه، عايز توصل انك تبقى ثري او غني. لو وصلت للنقطه دي خليك الشخص اللي اهله يفتخروا بيه، اللي اولاده يكملوا الطريق من بعده، واللي لما يتقال اسمه بعد ما يموت الناس تقول ده اللي غير حياته بنفسه. لو الفيديو خلاك تبص لنفسك بطريقه جديده شاركه مع حد ممكن يكون مستني الدفعه دي، واشترك في القناه. ولو انت لسه مشتركتش، احنا لسه مع بعض في اول الطريق. اشوفكم الفيديو الجاي مع كتاب جديد احلى واحلى، هينفعنا اكتر واكتر، ونتعلم منه ازاي نبقى حاجة وازاي نبني مستقبل. مع السلامة.